نزلك يا خليني ابن نزلك. لا لا، القحبة، لحظة لحظة يا ابن لحظة. القحبة، يا ابن شوف القحبة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في فنادق يا اخي ممكن تصير تتروش بالفندق ما في مويه، حتى لو دفعت فندق 5 نجوم $300 ولا $200 ما في مويه. طيب، يعني لأنه ما في يأتيهم ناس ولا كيف؟ ما في سواح، ما في أجانب يأتوا، ما في ما في حدا؟ خدمات قديمه، ما في صيانه، ما في خدمات، ما في تطور كفي سياح اكثر يجون. اللي يجون السياح عندهم بيوت وعندهم يعني سكن لهم خاص، بس ما يسكنون في فنادق. ما في سياح بكثره للفنادق، ما في استقبال للسياحه يعني. طيب أنت تقول لي أفخسسهم، يعني أرشيهم، على ماذا أرشيهم إذا ما في عندهم دور مو بخسيسهم، تعلم يا اخي. لما يقولك دور يعني افهم، يعني دور. أيوة، يعني أعطيه ايه مقابل ماذا؟ أعطيه يعني يقول لك ماذا؟ الزين مت كان تدور يعني الزين هكا. كيف التعامل في المطار أخي عبد الحكيم؟ والله على حسب انت ولحدامك ولبسك ووضعك وتدقي، يعني على حسب. اذا كنت عربي تتكلم معك جواز اجنبي دور. اذا انت ما انت بعربي واجنبي ممكن يقولك يخافون انك تشتكي ولا سفارتك تسوي شيء، ولا انت ممكن تكون شخص مهم. بس لا تتكلم عربي، لا تدخل تتكلم عربي. نرطن نخبختك فرنسي بقلي لا، حتى فرنسي يقول انت من الجاليه اللي عايشه بفرنسا، أي تعال جيب لنا هديه. طيب حكاية الكاشمشين ما في انت شفت انت. انا سافرت كوبا عده مرات. في كاش ماشين في كوبا في بعض الاماكن، ما في الجزائر. لازم تروح ممكن للمطار، وممكن تروح اماكن فيها بنك في العاصمه وهران ممكن، بس ما في. طيب أنا عشان أغير فلوس وين أروح؟ تبي تبدل دولار؟ من الجنيه الاسترليني إلى حقهم العملة، إيش عملتهم؟ دينار. لازم تروح للسوق البلد، في سوق شعبي كذا، وممكن يعطونك عملة مضروبة، يعني عملتهم المضروبة، في فلوس مضروبة. كيف مضروبة؟ مزورة؟ ايه ممكن يعطونك فلوس جزائرية مزورة يلعبون عليك. طيب تعامل المطاعم كيف المطاعم؟ والله مطاعم ما في مطاعم سلامات. يا أخي تقل ما في فنادق، ما في مطاعم، ما في كاش مشي. في كرنتيكا. يا عيبة يا عبد الحكيم، ايش الكرنتيكا؟ يعني بوفيا؟ لا يا الله، هذه أكلة الناس اللي عايشين في بلد الغاز. ما اسمها كرنتيكا. قال لي واحد أنا لها علاقة بالحمص يا اي نعم، حمص مضروب زي ده، مضروب بالخلاط، يشونه بالفرن ويحطونه بساندويتش ويحطون عليه هريسة. هذا أكلة طيبة هناك. احمد ربك إن أكلت هذه. يعني حتى لو معك دولارات ومعك فلوس ما في إلا ممكن تروح على المناطق الساحلية، في شوي سمك، في كذا، يعني ها شيء بسيط يعني. بس ما في. أنت لا تحسبها زي المغرب. أنت رحت المغرب تحسب المغرب فيها سياح وفيها مطاعم وفيها فنادق. لا، تختلف. لا وجه للمقارنة ولا كيف؟ طبعا لا وجه للمقارنة. وين أنت؟ وين؟ والله من جدك تتكلم؟ ايوه، يعني قارن لي بينهم. الجزائر إذا بتروح روح له مقناص فقط، مقناص غزلان في البر في الصحراء. اما تبي تروح تسكن سياحه بهوتيلات مطاعم تلعب جولف، لا ما في. وين انت عايش انت؟ قلت لي التغطية هناك إذا أنا عملت لايفات في الشارع أو في كذا مو جيدة. تجيب معك راوتر واحتياط. ما أنا رايح أصور أصلا، أنا رايح أعمل نشاط يوتيوبر. كيف ما خزنها عندك، ولو جيت رجعت لبريطانيا نزلها.
يا اخي انت متى رحت؟ يمكن انت رحت في عام الفيل او ما ادري متى رحت. وش اللي على فيه يا قالوا لك واحد عمري 60 سنة انا لسه يعني شاب. هذا الكلام يمكن قديما، احنا الان على 2024. 2019 انا كنت موجود يا اخي، معقولة تغيرت من 2019 بيوم وليلة؟ مستحيل. عمي تبون الكوبيدة ديالي هذا عمل طفرة اقتصادية كبيرة جدا. لا ما عندوش. انا مشكلة ليش هم في صلاة العيد 4 أئمة 4 أئمة؟ ما فهمت ليش. أنا ما فهمت ليش. كم عديت انت ائمة؟ أنا عديت 4. الله يهديك يا عبد الحكيم، انا عديت 2. لا أنت روح ابحث على نظرك. ابحث على نظرك زين. كم عديت انت؟ وين الائمة؟ هو واحد واللي مبلغ وراه هو الثاني ورا تبون ولا وين؟ ورا في واحد في الساحة ورا، وفي واحد برا بعد للناس. 4 ائمة في صلاة العيد. في صلاة العيد. هي أول مرة تقام بيني وبينك، في تجربة، خلها تجربة إن شاء الله مع الأيام يعدلوها. لا عليك والله يا أخي إنك نورتني اليوم قسما بالله، بس فجعتني يا صاحبي. لا تروح. خذ معك علبة تونة، خذ معك سردي، خذ معك جبنة، خذ معك هذه الأشياء للاحتياط، لأنه ممكن ما تحصل. وش تونة أنا تعطى للكلاب يا صاحبي، وش صلح بها؟ كيف تسافر ما أنت بلاقي مطاعم؟ بتموت جوع، بتطق بيوت الناس تقول أكلوني. لا أنا رايح عند ناس ما أدري هذا الناس عاملين حسابهم على هذا الحاجات ولا ما عاملين حسابهم، والله ما أدري والله. أجل ضيوفك ما أدري عاد هم من وين، من بني هلال ولا من وين؟ والله ماني عارف إيش أصلهم. السلام عليكم. من جهة تونس ولا من جهة المغاربة؟ يا أخي قالوا من العاصمة الجزائر. ما يا أسعد، الحمد لله احنا في الجزائر ما عندنا اوتيلات وما عندنا دور ملاهي، الحمد لله عندنا مساجد احنا نصلوا. احنا اصلا الجزائر هي دولة صوفية، واحنا كصوفية احنا ناس زاهدين في الدنيا. تيجانية. احنا زاهدين في الدنيا. تيجانية صح؟ اعمل ميوت. احنا ناس صوفيين، نصلوا زاهدين في الدنيا. لحظة يا سيف الله، لو سمحت دقيقة واحدة اصبر قبل أن تدخل أنت في المداخلة. هل كلام الأخ والحمد لله احنا ما عندنا فسوق، ما عندنا فجور، أنا أكلمك ما عندنا ملاهي، ما عندنا مطاعم. أنا أكلمك أنا أكلمك. نعم. لا تتعبني رجاء، لأنك وأنت متعب. لو سمحت تعاطى معي. أوكي أنتم ما عندكم ملاهي، وأنتم المدينة الفاضلة. يا أخي أنت بعيد يا أخي، صوتك بعيد يا أخي. قفل الميكروفون، قفله. خلاص يا صاحبي، عرفناك أنك سيف الدين، سيف الحق الذي لا يشق له غبار. أنتم المدينة الفاضلة، أنتم مدينة الملائكة، أنتم ما عندكم بيوت دعارة ولا عندكم فنادق ولا عندكم بشهادة عبد الحكيم، والحمد لله. لحظة يا أخي، بشهادة عبد الحكيم. إذا فتحت الميكروفون مرة أخرى قسما بالله تنزل وما عاد تطلع عمرك. لو سمحت خليك مقفل التليفون، خلينا نفهم الحكاية. لا معناته مو قضية انه اللي ما يطول الجديد يقول خانز كما يقولوا المغاربة، اللي ما يطول الجديد يقول خانز، او اللي ما يطول العنب يقول حامض. ما عندك شيء، احنا عباد. وين العبادة انتم؟ لا دنيا ولا آخرة، ما عندك عبادة والله العظيم. هذاك وجه شنقريحة، وجه واحد عابد جالس لي في صلاة العيد كأنهم قتلوا أبوهم، مبشر أعوذ بالله من غضب الله. وإيش معك أنت العقيد لطفي؟ شمس الدين قال عندكم 7000 بيت دعارة في العاصمة لوحدها، يعني فتحتوا 7000 بيت دعارة وما قدرتوا تفتحوا مطاعم؟ اتق الله ما تطعنش الله يا ابن القحبة. لا لحظة يا ابن القحبة، يا ابن القحبة. هيا شوفوك على أخلاق يا ابن القحبة. أخلاقكم. أنت ابن القحبة أنت، يا ليش خلاص. شفتوا الإيمان قال احنا مؤمنين.